مش هيشوف الشارع تاني. اتقبض امبارح على كروان مشاكل، ده كان عار على المجتمع، فالحمد لله ان احنا خلصنا منه وعقبال الباقي. اتقبض عليه من بيته امبارح بسبب البلاغ اللي قدمته ريهام سعيد فيه ان هو سبها واتريق عليها بطريقة غير لائقة، وكمان عشان بيهدم قيم المجتمع، ودي حقيقة قدامنا قوي. فالحمد لله اتقبض عليه واتحكم عليه ب3 شهور سجن. طب تعالوا نشوف القصة كده من أولها ونشوف هو فعلا مظلوم ولا يستاهل. بس هو يستاهل أصلا يعني. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة، لو سمحت اشترك في القناة ودوس لايك، وإن شاء الله هتشوف فيديوهات تعجبك. القصة بدأت ما بينهم لما ريهام سعيد في حلقة من حلقاتها عملت موضوع عن التيك توكرز، وإن بعضهم بيقدم إسفاف وبيضر بقيم المجتمع، واتكلمت بالذات عن كروان مشاكل ده علشان اللي عمله في عزا ضاضة ابن اسماعيل الليثي، ان هو كان قاعد في وسط العزا يضحك وكانش مقدر المكان اللي هو فيه. فالاستاذ لما سمع كده عمل فيديو، فتح فيديو على قناته على التيك توك وقالها انت بتقولي الناس ما تتفرجش عليا. هذا الشخص اللي هو اسمه ايه؟ كروان مشاكل. في موسيقى كده شكل النسناس. قعد يغلط فيها يعني. هي سكتت؟ لا، ما سكتتش، والحمد لله ان هي ما سكتتش. راحت قدمت بلاغ للنائب العام، وفعلا جم قبضوا عليه وخدوه من بيته في حدائق القبه. ويا رب كده يعملوا حملة لتطهير النت كله ويشيلوا الاشكال الضالة اللي عليه دي بجد، عشان احنا تعبنا. الموضوع بجد يا جماعة بقى مستفز. دلوقتي اي حد يطلع على النت عشان خاطر المشاهدات وعشان خاطر ياخد فلوس ممكن يعمل اي حاجة، اللي يبيع كرامته واللي يطلع اهل بيته على النت بطريقة غير لائقة. انت لو فاهم ان اللي انت بتقوله ده وبتعمله ده بتتربح من وراه، واحنا ولادنا يبوظوا. يعني اي حاجة يعملوها علشان خاطر يزودوا المشاهدات ويجيبوا اشتراك وياخدوا فلوس. الموضوع زاد عن حده قوي 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 بجد، وربنا يسترها على الاجيال اللي طالعة في وسط الوبش ده كله. وبس كده الفيديو خلص، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، ولو حد له رأي في اللي انا بقوله ده يرد عليه في الكومنتات. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.